لو انت طالب في ثالثه اعدادي يبقى لازم تخلي بالك من الافكار اللي هوريها لك دلوقتي على الشاشه، علشان لازم وحتما هيجي لك منها في الامتحان. طيب مستر ممكن يجي لك؟ اكيد هيجي لك منها في الامتحان. انا هحلها معاك دلوقتي، يعني هما كذا فكره، افكار صعب وفيها الصعب وفيها العادي. بس يعني مثلا اول سؤال ده مثلا ممكن تكون مش عارف اجابته اصلا. طيب هحل معاك الافكار دي كلها واشرحها لك وابسطها لك، بس انا مش عايزك تركز على الحل، يعني مش عايزك تشوف الحل، تشوف هتتحل ازاي، شوف الطريقه اللي انا هحل بيها علشان خاطر لما تجيلك في الامتحان تحل من دماغك، تتعامل مع اي سؤال عادي. طيب قبل اي حاجه انا عايزك تعمل لايك للفيديو ده علشان خاطر يوصل لطلبه غيرك كتير، عشان تدل على الخير كفاعله، عشان ربنا يبارك لك ومنها ساعدت غيرك. وتعمل اشتراك ليا في القناه او تعمل متابعه ليا، بحيث ان اي فيديوز بعد كده توصل لك بسهوله، بما فيها المراجعه النهائيه. بمذكره المراجعه النهائيه هسيب لك الملف ده، بالمناسبه هو مش بتاعي بس الملف ده مستر احمد تقريبا منزله، هنزله لك برده في قناه التليجرام اللي هسيبها لك في الوصف، خش حمله منها وخليه معاك. وقناه الواتساب موجوده برده في الوصف، خش بقى او في التعليقات برده، خش اشترك في القناه علشان اي حاجه بنزلها توصل لك على طول بدون ما تدور عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اول سؤال عندي، السؤال بيقول ايه؟ بيقول لك he was used to goals. مبدئيا اول حاجه used to، دي قاعده ايه؟ اول قاعده في المنهج، بس في الحقيقه انت خدتها ايه؟ بص، انت كنت واخد القاعده ديت، كنت واخد ان هي ايه؟ معلش، كنت واخد القاعده ديت اللي هي كنا بنجيب الفاعل كده، كنا بنجيب الفاعل ونحط حاجه اسمها used to، والفعل في الايه؟ في الفعل في المصدر. دي القاعده بتاعتك يعني. انما الجديد عليك النهارده او اللي انت ما كنتش تعرفه ان used to دي لو حضرتك شفت قبلها هنا حاجه من الثلاثه، شفت فيرب تو بي، يعني شفت بص يعني بص ابسطها لك خالص اهي، يعني شفت او از او ار او واز او وير زي كده اهو زي دي كده شفت اهو، شفت واز قبل يوزد تو، هتعمل ايه؟ قال لك مش بعدها المصدر، لا، قال لك بعدها ايه يا باشا؟ قال لك بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. يعني مستر يعني ايه يا مستر؟ يعني انت يوزد تو لو شفت قبلها فيرب تو بي او حاجه اسمها جيت او حاجه اسمها بيكم، ماشي، يبقى يوزد تو لو جه قبلها بي فيرب تو بي او جيت او بيكم، مش هنحط مصدر، هنحط الفعل مضاف له اي ان جي. فاجابه السؤال ده هتبقى ايه؟ المستر قال لي يوزد تو لو جه قبلها ويز او وير او اما او اذا او ايا كان، هحط بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، فهتبقى بدل سكورز هتبقى سكورينج اي ان جي. تمام؟ وعرفت انت كده اتحلت ازاي. السؤال اللي بعدها جه كتير في سؤال اللي في كتاب المعاصر وكتاب الوزاره وناس كتير حلته غلط. بيقول لك السكينه، ما قالكش خد بالك يوزد هنا مش معناها اعتدى عن القاعده اللي انت خدتها، ماشي؟ مش معناها دي، مش معناها تستخدم لتقطيع الطعام، عايز اقول تستخدم. طيب بس بدل ما اقول تستخدم، بص هو انا هقول ينفع اقول هنا كده يوزد تو؟ هقول لك ما تنفعش ليه؟ لو انا قلت كده هقول السكينه تستخدم او اعتدت ان، هو السكينه دي فاعل اصلا، احنا كنا بنجيب الفاعل، دي مش فاعل، دي ايه؟ دي مفعول. طيب يا مستر هو دي مبني للمجهول كده عندنا في الانجليزي، لما احب احل الجمله دي ايه؟ بص يا سيدي ابسط لك القاعده خالص اهي. بص قال لك لو انت قصدك بيوزد تو دي كلمه اسمها اعتاد، اللي هي القاعده اللي عندك اعتاد ان، عايز تخليها مبني للمجهول، هتجيب المفعول في الاول كده، هتجيب المفعول في الاول يوزد تو لو مجهول وتحط حاجه اسمها فيرب تو بي او الفعل اسمه بي والتصريف الثالث للفعل، خلاص، زائد البي بي. تمام؟ افتكر السطر ده عشان نحل عليه دلوقتي. طب ولو عايز الجمله بقى اللي قدامك دي كده، هل هي ديت معناها اعتدى ان؟ لا مستر، دي معناها تستخدم ليه. خلاص، المبني للمجهول بتاع المضارع البسيط او ايا كان، قال لك بنحط هنا كده اما واذا وار والتصريف الثالث للفعل، يبقى is used to. تمام؟ عشان دي اصلا مش قاعده اعتدى ان، ده مضارع بسيط، فيرب تو بي والتصريف الثالث للفعل. طيب مستر الجمله اللي بعدها I used not، يا مستر مش بنفعها بديدنت، لا ممكن انفعها بنيفر وانفع بنوت عادي. طيب انا مش متعود اللي انا بحب السوشي، مش بحبه، بس دلوقتي عايز اقول انا بحبه. مستر دازنت غلط. طيب بص خدها قاعده، يوزد تو ديت او ايا لما تيجي بعدها اي فعل غير بي
لما تشوف اي حاجه غير كلمه اسمها بي كده، يعني لما تشوف اي حاجه غير ديت بيكون في الاخر يا اما دونت او دازنت. طب مع او دو او داز، المهم فيرب تو دو. طيب انا هقول انا عايز اقول ايه؟ قال لك انا ما كنتش بحب السوشي بس دلوقتي بحبه، اثبت. هو انا هقول يعني هثبت يعني يا اما دو يا اما دونت، يا اما اي دو يا اما اي داز. هو اي بتاخد دو ولا داز؟ اي بتاخد دو، يبقى الاجابه اي دو. اللي بعدها did احمد used to. طيب هو معلش هنا ترجم كده الجمله، هل احمد اعتاد ان ياخذ، هقول ياخذ الحديقه ولا يؤخذ؟ مبني للايه؟ مجهول، عشان احمد ده المفعول انما الفاعل للشخص اللي بيوديه. يبقى احمد اعتاد ان يؤخذ مبني للمجهول، والمستر قال لك المبني للمجهول بحط فيرب تو بي والتصريف الثالث للفعل. يعني هاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل كده كلمه اسمها بي كده، والتصريف الثالث للفعل من تيك هتبقى ايه؟ تيكن. طيب اللي بعدها زينب used to be a famous footballer. عايز احط في الجمله بطناو. اكتب يا عم الجمله زي ما هي، هتاخد الجمله كلها هنزلها زي ما هي هنا كده لحد الاخر، واجي اكتب بعدها بطناو اللي هو عايزها، عشان بطناو بتيجي بعد الجمله نفسها. بطناو ايه؟ زينب متعوده تكون لاعبه مشهوره، اعتادت انها تكون لاعبه مشهوره، بس دلوقتي مش دي مثبته؟ انفي. انفي يعني ايه يا مستر؟ يعني اقول هي مش كده دلوقتي بس يا مستر هنفي بايه؟ انا مش عارف، مش انا قلت لك يا صاحبي من شويه لما يجي لك يوزد تو ديت معاها فيرب تو، معاها فيرب تو، اي حاجه غير فيرب تو بي تبقى دونت ودازنت واي حاجه من ريحه دو. انما لما تشوف يوزد تو معاها الكلمه دهيت يبقى لازم الجمله في الاخر تنتهي يا اما باما واذا وار ونفيهم. ماشي؟ وشوف انت عايز تقول ايه حطها. زينب متعوده انها تكون لاعبه مشهوره بس دلوقتي هي مش كده، عشان بطنها وبتجيب العكس. بس هي دلوقتي مش كده. اما واذا شي بتاخد اما ولا از ولا بتاخد از. مستر انا عايز انفي بقى تبقى ازنت. ليه يا مستر؟ عشان عندي فيرب تو في الجمله. اللي بعدها انا يوزد تو بعمل اعتدت ان انا اعمل حاجات كتير. لو تلاحظ جايب لك ميني ثينجز اللي هي بص ده الفاعل وده الفاعل وده المفعول اهو. خلاص هو جايب لك المفعول بيقول لك ابدا لي بيه. يبقى ايه لما يجيب لك المفعول؟ يبقى عايز مبني للمجهول. يبقى تطبق دي، هنجيب المفعول اللي هو اول حرف كابيتال اهو اللي هو ميني ايه؟ ميني ثينجز اللي هو جايبها لك اي ميني ثينجز اللي هو جايبها. والمستر قال لك ايه؟ بص المستر قال لك بنحط حاجه اسمها بي والبي بي. طيب ميني ثينجز هقول ايه؟ يوزد تو. المستر قال لك بي والبي بي يبقى اكتب كلمه اسمها بي والبي بالتصريف الثالث للفعل من دو تبقى ضن. كده صح وشكرا. ممكن اقول باي مي او ما اقولش بس دي الاجابه. يبقى انا جبت المفعول يوزد تو بي والبي بي اهو مفعول يوزد تو بي والبي بي احفظها صم. طيب اللي بعدها اللعيبه فاميليار متشابهين كلهم في اتباع القوانين الصارمه. عايز اقول اعتادوا، عايز اقول حط يوزد في الجمله. طيب يا باشا بكل بساطه مين الفاعل اللي هم البلايرز هم؟ البلايرز هم. عايز احط يوزد اهي، بس انت معلش انت خدتها ايه؟ يوزد تو بعدها الفعل في المصدر. هات الفعل يلا. اتباع يعني ايه؟ فولو اهي. خلاص فولو ايه؟ رولز. وكمل وشكرا. اللي بعدها دي انت ما خدتهاش بس اعرفها لنفسك، اسمها هابتشوال اللي هو من العاده، حد اعتدى ان هي زي يوزد تو بالظبط. عايز احطها في الجمله. قال لك انا مش متعود ان انا العب يوجا انيمور على الاطلاق. طب عايز احط ايه؟ هابتشوال. احفظ المصطلح على بعضه. هتقول كده اهو ات، احفظ زي اسمك ات واز هابتشوال اللي هو جايبها لي ديت. ماشي؟ ات واز هابتشوال فور البني ادم. يبقى تحفظ it was habitual او habit ايا كان. it was habitual for والبني ادم. البني ادم اللي هو مين؟ قال لك انا مش متعود ان انا العب يوجا، يبقى بالنسبه لي، يبقى for me. يبقى احفظ it was habitual for البني ادم اللي هو انا to المصدر to do يوجا، بس الامور مش معانا to do يوجا. مستر رجع لي تاني قال لك والله لما انا عايز احط الكلمه دي، فانا عندي مصطلح بتقول it was habitual انها عاده بالنسبه لي فور والبني ادم تو المصدر. طب اللي بعدها habit. ماشي عادي.
قال لك الفرسان اعتادوا ان هم يتدربوا في المعارك. طيب عن نفس القصه it was من البني ادم الفرسان، يبقى knights، بس عشان ايه انا عايز اقول عاده الفرسان فهخليها ملكيه habit، يبقى هنا كده it was البني ادم الكلمه اللي عايز. طيب من عاده الفرسان ها to والمصدر برضو to train وكمل خلاص. طيب اللي بعدها when I was young I would الفكره هنا في السؤال ده بص لما يجيب لك مثلا used to ايا كان ودي موجوده كده انت هتنزل دي زي ما هي، بس فكره السؤال ده هو بيقول لك always دي مكانها في الجمله فين؟ يعني بص هقول I وهو عايزني احط used to اهي used to اهي. طيب used هقول I used always to ولا I used to always ولا I always مش عارف. بص يا غالي لما يجيب لك ظروف التكرار زي always never usually مكانها فين؟ هنا، يبقى هقول I used always sleep واكمل. يبقى تحفظ always او اي ظرف تكرار مكانه فين؟ بعد used على طول. used always to خلاص، يبقى used always to sleep. اعتقد ان انت معظم الافكار دي انت ما كنتش عارفها. طيب الملف ده هسيبه لك محلول برضه في الايه على التليجرام. بالمناسبه التليجرام هسيب لك لينك الوصف وهسيب لك قناه الايه الواتساب وهسيب لك برضه اكونت الفيسبوك بتاعي لو عايز تكلمني او اعمل متابعه ليا. وفي حاجه اسمها جروب طلاب ثالثه اعدادي، جروب على الفيسبوك بتخش تسال اي سؤال، عايز اي شرح مني اكتب لي، عايز تقول لي اي حاجه اكتب لي انا برد عليك بعدها بدقايق ماشي. وعايز تعمل مجهول الهويه نزل مجهول الهويه عادي، المهم عشان تتواصل معايا بسرعه. طيب الاسئله دي في ثانيه يلا. قال لك عايز الكلام اللي بالاحمر ده كله غلط. قال لك we didn't ايه. طيب المستر قال لك في الانجليزي هو دي قاعده used to. طيب didn't بعدها الفعل في الايه المصدر، والمصدر من used تبقى ايه use to ليه يا مستر؟ عشان didn't بعدها الفعل في المصدر. طب اللي بعدها لسه حلها من شويه، السكينه دي مش معناها اعتدى ان، معناها تستخدم ليه. فطالما عايز اقول تستخدم ليه يبقى دي مش قاعده يوز اللي عندك ولا قاعده ماضي بسيط. قاعده ايه؟ قاعده المبني لما يقول مضارع بسيط اللي هو بيجيب فيرب تو بي يوزد تو والبي بي فيرب تو بي يوزد تو بقول ايه از يوزد تو. الجمله ده اهي اخت بالظبط الجمله ده اهي اخت بتاعت الجمله الثانيه تمام. طيب الجمله الثالثه دي اسمها ضمائر الوصل كنا متعودين. هنا هو غلط يا مستر. طب ما امير ده يا مستر اسم عاقل ما ياخدش هو ليه؟ بص انت حضرتك اصلا لما تشوف بني ادم ما تحطش هو اصلا، تسال نفسك سؤال تروح جاي رايح نوع بعض النقط دي، هو في اسم ولا فعل ولا فعل؟ لو لقيت اسم يعني هنا اسم اهي وهنا اسم اهي على طول ما تفكرش خد هوز. هوز للملكيه. انا قابلت امير اللي ابوه مهندس، يبقى اسم واسم بناخد هوز. شكرا. اللي بعدها المدرس اسكت فريده سال فريده وينش ايه. طب بص هو اسكت دي زمانها ايه؟ زمانها جايه بعد لا زمانها ماضي، يبقى الماضي ايه من كم؟ الماضي من كم حافظينها كيم عشان زمان الجمله ماضي. اللي بعدها دي قاعده ايه؟ لما تشوف حاجه اسمها تولد معاها تو تعرف ان دي اخر قاعده في المنهج اسمها المباشر غير المباشر الجمله الامريه. وبما ان تو اصلا تو قاعده فعل في المصدر، المصدر من رايتس هتبقى ايه؟ رايت. انا عايزك تسبقني في الحل يعني تحل قبلي، توقف الفيديو وتحل. ويعني اتمنى والله نفس الفيديو ده يطلع بقى اكسبلور، نفسي يجيب مشاهدات كتير. يعني ساعدوني، اعمل لي لايك، اعمل لي شير، نزل لي بوست على الفيسبوك، نبعت لي جروب الدفعه، ابعت لاصحابك، نزل على التيك توك ليا بوست واعمل لي منشن اعمل لك شير عندي كده. طيب افتر احنا خدنا افتر بيفور از سون از باي دي اسمها ايه؟ اسمها الماضي التام. وكنا قلنا في الشرح لو انت متابعني ان انا لما بشوف افتر في الماضي التام افتر اي حاجه بادئه بايه؟ افتر از سون از بعدها تام. طيب وكنا قلنا ان بيفور اي حاجه بالبي او باي ذا تايم بعدها البه مع الباقي بسيط. مستر عايز تقول لك ان افتر بعدها ماضي تام، يبقى هقول ايه؟ هقول هاد. هو الماضي التام بيتكون من فاعل هاد والبي بي، التصريف الثالث للفعل من باي بوت. طيب اللي بعدها This is the hotel طيب الهوتل ده مش مكان، المكان بياخد وير يا مستر. لا يا حبيبي كان بياخد المكان له 3 حالات وشرحناهم قبل كده. كنا قلنا ان المكان حضرتك لما تشوف مكان ما تحلش على طول تاخد وير، انت بتاخد وير ديت في حاله ايه يا باشا؟ هتختار لي وير دي في حاله
المكان بشكل عام بدون ما يوصف لك حاجه عنه ولا يقول لك اي تفصيله عنه. هتاخد which عند وصف المكان زي الجمله اللي نحلها دلوقتي، وصف مع وصف المكان لما يوصفه، ولما تشوف حرف جر مع المكان بتاخد حاجه اسمها which. وكل ده اتشرح ونزل في المراجعه ومشروح عندي، لو انت مش فاهم قاعده ملخص لك بطريقه بسيطه. المهم السؤال ده هو جايب لك اصلا، جايب لك حاجه اسمها وير، يبقى هخليها ايه؟ المكان بياخد، ما خدش وير هياخد which وشكرا. طيب بعد كده قاعده ايه ديت؟ بص يا غالي، لما يجيب لك فعل هنا ويحط لك نقط هنا كده، يعني هو عايز فعل ومعاه فعلين ورا بعض، تعرف ان قاعده فعل وفعل الافعال اللي بعدها يا اما تقول مصدر يا اما اي ان جي. فانت عارفها انجوي المتعه، الافعال الحب والكراهه والمتعه والاستمتاع. اي ان جي على طول بدل واتشز هتبقى واتشنج. اللي بعدها والله ماي فازر ما تعودش ان هو يشتغل في البنك وين هي ايه، معلش هو مش دي ماضي، يبقى الماضي هنا هيبقى ايه؟ واز. يا مستر لا واز يا صاحبي، هشوف زمن الجمله وحل. طيب used to بعدها الفعل في المصدر. I used to a player but now I'm not. المهم اللي بعدها الفعل في المصدر من بين هتبقى بي، اسمها بين مش بين. طيب ديت عايز ايه؟ قاعده used to ونوت بتدل على النفي. المستر قال لي نفي used يبقى didn't، بنفي didn't used use to. طيب اللي بعدها use، عايز احط في قاعده used to مع طيب used to اهي يا صاحبي used to اهي، والفعل في المصدر اللي هو بي. طيب زير used to be a park here. طيب اللي بعدها عايز احط هنا علي used to play football when he was young. قال لك استخدم لي نوت بتدل على النفي، فانت عندك طريقتين للنفي. قال لك يا اما اجيب البني ادم كده هو علي واحط حاجه اسمها didn't عشان بنفي didn't، ماشي didn't use مش used، didn't بعدها المصدر to play واكمل، او اقول never used to، never used to او used not to. ثلاث طرق للنفي اهو، يا اما اقول didn't used to، يا اما never used never used to، يا اما used not to. it was his habit قلنا في اول صفحه it was his habit من عادته ان هو يوصل متاخر. عايز اقول هو متعود يوصل. بص هو مش used to اللي انت خدتها ديت used to وعايز حطيتها مش قبلها الفاعل اللي هو هي اهو يا مستر هي used to، وتبقى بعدها الفعل في المصدر. المصدر فين اللي بعد to اللي هو arrive. حلتها شكرا. اللي بعدها هو متعود يعيش في القاهره، عايز احط وير. هو وير يعني اين، يعني عايز اعمل سؤال واول حرف كأي بنزل له وير في الاول زي ما هو عايز. واحنا بنسال اصلا مع يوزد تو بايه؟ بديد، وديد بعدها الفاعل. احفظ ديد في الانجليزي كله بعدها الفاعل اللي هو هي وديد بعدها الفعل في المصدر من يوزد تبقى ايه؟ يوز. يبقى تحفظ ديد فاعل فعل في المصدر ليف وما تكملش عشان الجمله بتقول لك اين هو متعود يعيش. طب عايز احط هوز، السؤال ده صعب. بص يا غالي لما يجيب لك هوز تعرف ان ملكيه يعني لازم قبلها اسم. بص هوز قبلها اسم وبعدها ايه؟ بعدها اسم. طيب فين الاسم اللي عندك؟ والله ذا بوي، الولد ده اسم اهو. طيب ذا بوي. طيب ماشي الولد، المستر قال لي حط الاسم اهو، حطيت الاسم الاول وحطيت هوز. المستر قال لي يبقى كده هوز قبلها اسم، يبقى لازم بعدها اسم. فين الاسم؟ كايند ده صفه، فازر اسم، يبقى حط هنا كده ايه؟ فازر وكملها. يبقى هقول the boy whose father is a teacher is very، وارجع هات الباقي بقى من اول الجمله. is very kind. عارفك مش فاهم. بص احنا اول حاجه لما عايز احط حاجه زي كده بجيب الاسم في الاول اهو يا مستر الاسم نزلته، حط هوز. لما تحط هوز هيبقى كده قبلها اسم، يبقى انا محتاج بعدها اسم، يبقى تجيب لي الاسم الثاني من الجمله بتكملته وتحطه، وهتبقى سايب حاجات ارجع لها في الاخر. طيب عايز نحط مثلا ويتش في الجمله ده يا مستر، عايز احطها. المستر قال لي قبل كده ضمائر الوصل اللي هي هو ويتش والكلام ده كله، قال لك بنعمل خطوتين، فول ستوب بنشيلها، هتلاقي اسم متكرر مرتين احذف الاسم الثاني. قال لك انا زرت المتحف انه كان انه ايه؟ المتحف، يبقى نحذف الاسم الثاني برضه ونحط مكانهم ويتش، يبقى دي هتنزل كده ودي هتنزل كده وفي النص ويتش. طب ليه يا مستر ما عملناش كده هنا؟ الوحيده اللي بتخالف هي هوز. طيب وين؟ نفس القصه، هتلاقي عندك زمان متكرر مرتين، السمر هو الموسم ماشي اللي احنا بنسافر فيه في التوقيت ده، يبقى اسم متكرر مرتين تحذف الاسم الثاني وتحذف الفول ستوب دي وتحط مكانها وين. شكرا.
نزل. طيب هنا قاعدة ده يا مستر لما يجيب لك يا صاحبي أي فعل من الأقواس زي دي كده بغير يوز ده، تعرف إن دي قاعدة فعل طول المصدر وأي إن جي. ما بعرفش أحله يا مستر. بص هو بنفسه يلاقي وظيفة كويسة، هو يأمل الفعل اسمه يأمل يلاقي وظيفة، يبقى الفاعل أهو هي، ويأمل يعني اللي هو عايزها هوب. طيب هو هوب بعدها إيه؟ أنا حافظها في الأفعال تو والمصدر، يبقى تو والمصدر من finding تبقى find. صاحبي اهم حاجه تعرف دي قاعده ايه. نفس القصه المستر قال لك فعل بين الاقواس يبقى قاعده افعال تو والمصدر واي ان جي. هو جايب لي حاجه اسمها ريفيوز، هو مش عايز يقف في الغابه يبقى رفض، هو رفض يقف في الغابه، هو اللي هي ورفض اللي هي ريفيوزد. يا مستر بس في نفي فوق ما يشغلنيش يا صاحبي، انا بترجم وحل. هو رفض ريفيوز حافظها في الافعال تو والمصدر يبقى تو والمصدر اهو تو ستوب. اللي بعدها نفس القصه ديسايد بعدها تو المصدر، يعني قرروا ان هو يشتري عربيه جديده. عايز اقول هو قرر يشتري عربيه، هو هي، وقرر يعني ديسايد. ماشي ديسايدد ايه تو والمصدر تو باي. يبقى اهم حاجه مستر طب الافعال المهمه اللي مش عارف احفظها 1 2 3 مهمين ومعاهم افويد ومعاهم افويد مهم قوي افويد ده كمان. دي في امتحانات السنه اللي فاتت كلها. مستر القاعده اللي ما بعرفش احلها شارحها والله العظيم شارحها لك وملخصها لك بالتفصيل عندي على القناه، ولو ما عرفتش تحل بعد ما تسمعها مني تعالى خد اللي انت عايزه، اكتب لي يا عم انت ما تعرفش تشرح، انا بقول لك اهو. طيب ونزل لك فيديو مراجعه شارحها لك فيه وحلل لك عليها ومطبق لك عملي. دي جمله هي عايز نحط اسكد. بتسال نفسك لما تشوف اقواس في الموضوع هل دي جمله استفهاميه ولا جمله امريه؟ لا يا مستر ده في علامه استفهام تبقى استفهاميه، يبقى تطبق خطوات الجمله الاستفهاميه اللي انا شارحها عندي على القناه. اول حاجه بتنزل الفاعل. هل البولر بير، عايز اقول هو سالني او هم سالوني يبقى اقول هو سالني او هي سالتني. نزل اي بني ادم ماشي، بس الجمله دي غلط، كان المفروض يحط لك بني ادم. المهم هي شي زي ارمي اي فاعل، بس هو هتلاقي في الجمله يجيب لك الفاعل. عايز احط اسكد ادي اسكد يا صاحبي. طيب ماذا بعد مستر؟ والله في التحويل كنا بنحط حاجه اسمها تحويل فعل القول. طيب تاني حاجه لو السؤال بهل زي كده مش بهل استفهام بهل زي كده، قال لك بنربط باف او وزر، ادي اف يا مستر اهي. طيب قال لك بعد كده والله بنجيب الفاعل هنا الاول، وبعد كده بنخلي الفعل ده هو في الماضي، فالماضي من كان تبقى كود، وخلاص حولنا وكمل الجمله هنا. يبقى خطوات تحويل فعل القول لو السؤال بهل بربط باف او وزر، بجيب الفاعل ثم الفعل في الماضي. طيب السؤال ده جمله استفهاميه بس اداه استفهام، المهم زي نفس القصه هنا هحط هي فعل القول تحويل فعل القول. لو السؤال اداه استفهام هربط بيها، وهو مخالفه يعني ايه مفيش بعدها فعل، لا بتكملها يا باشا زي ما هي وخلاص. ممكن اقول وون او ممكن اقول هادو بس هي زي ما هي. طيب الجمله دي مالها؟ ديت اسمها كلام المباشر، بس لو تلاحظ مفيش اقواس. لما ما تلاقيش اقواس زي كده اللي هي الدبل كوتيشن مارك دي متحوله، دي كده متحوله. حلها ازاي؟ ترجعها لاصلها. الفاعل كان مين؟ كان هي. ديت كانت سيد تو مي وتحولت لاسكد، يبقى سيد تو مي اهي. طيب السؤال ده أداة استفهام، كنا بنربط بأداة استفهام يبقى هننزلها زي ما هي. في السؤال لما كنا بنشوف يو كنا بنخليها اي، فدي كان اصلها يو. بس استنى ده وانت دي ماضي بسيط كنت بسأل معاها بايه؟ كنا اتفقنا لما نشوف دو او داز او ديد بنحذفها، فكان في هنا دو اتحذفت عشان المضارع البسيط رجع ماضي بسيط اهو. طيب اي كان اصلها يو، ودو بعدها المصدر من وين تو جو. طيب كل ده انا شرحه كله شرحه والله، بس انت روح اسمع بس. التيتشر دخل الفصل، الطلاب وقفوا، وعايز احط اسون از زي افتر كنا قلت لك من 5 دقايق بالظبط ان افتر بعدها ماضي تام واسون از بعدها ماضي تام، يبقى انا هجيب اسون از اللي هو عايزها اهي. هو عايز اسون از اهي، اسون از بعدها ماضي تام. يبقى انت بس استنى دور على الحدث هو اللي حصل الاول وبتخليه ماضي تام. المدرس دخل الفصل يا مستر، ده اول حاجه حصلت، مطلوب منك تخليها ماضي تام يعني فاعل هاد والبي بي. الفاعل اهو ذا تيتشر، ده فاعل اهو هاد، والتصريف الثالث للفعل من انتر اهو انترد ذا كلاس. ماشي نزلت احط الفول ستوب. الحدث الثاني ماضي بسيط نزله زي ما هو بس مش هحط فول ستوب كوما. يبقى هقول as soon as the teacher had entered the class the students stood up. اللي بعدها ING
مع افتر. افتر بتاخد الفعل ومضاف له اي ان جي، احفظها عند عدم وجود فاعل، يعني افتر اي ان جي كده يبقى هنجيب افتر اهي. المستر قال لي مفيش فاعل يبقى مش عايز كل ده، عايز احط هافنج بس وخلاص. هافنج افتر هافنج هيز لانش هي سليبت. اللي بعدها عايز احط افتر، المستر قال لي افتر بعدها ماضي تام، يبقى افتر هنزلها كده اهي. ودور على الماضي التام حضرتك. الامتحان مش هيطلع عن حاجه من دول. اعمل بقى اشتراك في القناه واعمل لايك، يعني نفسي بس يعني اوصل 100,000 الترم ده. والله العظيم بتعب عشانكم، ولا عملت منصه ولا قلت لك بفلوس ولا الكلام ده كله، بس انت وضميرك يعني. ادي افتر اهي خلاص نزلتها. افتر بعدها ماضي ايه؟ بعدها ماضي تام، بس بشوف اللي حصل الاول. هم عملوا الواجب وبعد كده لعبوا كوره، يبقى اللي حصل الاول ان هم عملوا واجب، اخليها ماضي تام. هو عمل الواجب، هو اللي هي ماضي تام اللي هو هاد، والتصريف التالت للفعل من دو did done homework his homework. ماشي. احذف دي طبعا، اي رابط تشوف احذفه. هي بلايد فوتبول. قاعدة الماضي التام والله مهمة، وهي كلام مباشر. عايز ايه؟ بص يا صاحبي، متحولة ولا لا؟ مفيش كوتيشن مارك، مفيش اكواس، يبقى متحولة. رجع يلا معايا. الفاعل مين؟ التيتشر، البني ادم ذا تيتشر. طيب التيتشر ماله؟ قال لك والله التيتشر عندك هنا تولد كان اصلها سد. ست تو اس، عشان لو في مفعول تحط ست تو مش ست بس. طيب ديت امر كان اصلها في هنا علامات الاقواس كده، والجمله ديت بس بدل اور يور، عشان يور بحولها لاور، ومشروحه برضه روح اسمعها. يبقى حل الجمله التيتشر سيد تو اس، الدبل كوتيشن اوبن يور بوكس. لما جينا حولنا فعل القول خليناه تولد، حذفنا الاقواس رجعنا الضمائر. اوردرد كلام مباشر. اسال نفسك قاعده ايه؟ والله يا مستر ده مفيش علامه استفهام تبقى امريه. الامريه لما نيجي نحولها بننزل للبني ادم كده. عايز احط اوردر زي ما هو عايز اهو. اوردر ده امر مين؟ لازم في الجمله الامريه بعدها المخاطب. اوعى تنسى المخاطب اللي هم مين؟ ذا بلايرز. وانصحك نصيحه، روح اسمع القاعده مني وتعالى حل على طول، اقسم بالله مش محتاج تسمعني. طيب الجمله الامريه خطواتها: تحويل فعل القول، حذف الدبل كوتيشن، اربط بطول المصدر لو مثبته. دي ما فيش فيها نفي يبقى اقول بس بدل يور. قال لهم اعملوا احسن ما عندها، اخبارهم احسن ما عندهم يبقى زير. نفس القصه، كلام مباشر وغير مباشر، جمله امريه. طب احولها، قال لك بنجيب البني ادم. تحويل فعل القول هو جايبه ادفايزد بعدها المخاطب. الامريه لازم مخاطب في لازم. احذف الدبل كوتيشن لو مثبته تو المصدر. شكرا. اللي بعدها يلا اخر صفحه بس نينجا، مستوى الطالب النينجا. اصلا انت شوف نفسك تعرف تحلها ولا لا، بس يلا بينا. قال لك ليتس بلاي، يلا نلعب تشيس. هو اقترح ان احنا نلعب شطرنج. عايز اقول هو اقترح. الفكره في السؤال ده يا صديقي ان انت اصلا تبقى عارف الفعل اللي اسمه سجست ده بيجي بعده ايه. سجست هو عايز نحطها. مش المستر قال لك لما يجيب لك فعل تبقى قاعده افعال طول مصدر واي ان جي. طب سجست بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى هتدور على الفعل كده وتاخده تحطه هنا وتحط له اي ان جي. بلاينج تشيس. بس والله بس نفس القصه. المستر قال لك افويد يبقى طول مصدر اي ان جي. اعمل ايه؟ والله قال لك ما ينفعش تركن هنا، يبقى ينبغي ان تتجنب الركن هنا. استخدم نفس الجمله عادي، بس هقول يو شود، يعني ايه؟ ينبغي عليك ان افويد يتجنب، ما بيجيش في النافيه. افويد قلت لك جت في كل امتحانات السنين اللي فاتت، بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. وبارك هنا مش معناها حديقه، معناها يركن، تبقى باركنج هير. ماشي. السؤال ده صعب والله صعب. قال لك بقترح ان احنا نروح النادي. جايب لك واي يعني سؤال، بس واي لما تيجي مع الاقتراح، ما هو لما احط واي خلاها اقتراح، تحفظ كده المصطلح ده زي اسمك. ايه هو؟ واي دونت وي. تمام. واي دونت وي بعدها تو المصدر. تو المصدر جوه. يا مستر ما كنتش اعرفها يا صاحبي، ما انا بقول لك تركات المنهج. يبقى انت لما تسمع الفيديو تحفظ واي دونت وي تو المصدر،
avoid الفعل مضاف له ing، suggested بعدها الفعل مضاف له ing، انكر denied بعدها ing برضه. قال لك يا صاحبي هو قال ان هو مش هيشارك ما شاركش في الجريمه، عايز اقول انكر المشاركه في الجريمه. هي حط الفعل، ما تشغل، بص ما تشبركش على الجمله ساعتها بقى، احنا بنترجم الاصليه وبنطبق اللي عايزها. he denied هو انكر. مستر قال لك بعدها ان جي، بتدور على الفعل نفسه. المش يشارك يعني تيك بارت، تبقى تيكينج ان جي بارت ان ذا كرايم. طيب مستر قول لي كده الافكار بسرعه. اي فعل تشوفه يبقى تو المصدر هو ان جي، وركز على اللي انا جايبهم لك هنا عشان دول اللي في المنهج. واي ديت، واي دونت وي او ايا كان الفاعل تو المصدر. لما تشوف اي حاجه اسمها كلام مباشر تسال نفسك هي امريه ولا استفهاميه. امريه بربط بتو المصدر او نوت تو المصدر. استفهاميه بسال نفسي برضه هو اداه استفهام ولا هل. لو هل بربط باف او وزر. اداه استفهام بربط بيها قاعده الماضي التام افتر واس سون اس بعدهم ماضي تام، بيفور وباي ذا تايم بعدهم بسيط، بيفور باي ذا تايم بعدها بسيط، وعند عدم وجود فعل بحط اي ان جي. لما يجيب لك فعل بالمنظر ده تعرف ان الفعل ده عايز يحطه في الجمله ويشوف بعد طول المصدر ولا اي ان جي. ضمير وصل بتعامل مع كله عادي ما عدا حاجتين. لو المكان تسال نفسك هو في حرف جر يبقى ويتش مع المكان. مع المكان برضو بيوصف مكان ويتش برضو. مكان بشكل عام وير. لما يجيب لك هوز اتاكد ان قبلها اسم وبعدها اسم. طيب يوزد تو اتاكد ان هي مش مجهول، مش المفعول اللي جاي في الاول مش مجهول. لو مجهول يبقى المفعول في الاول. يوزد تو بي والتصريف الثالث للفعل. انما العاديه يوزد تو الفعل في المصدر. ديت على الثانوي بس جاي لك في التريكات اللي هي ده اهي، ركز لي عليها. يوزد تو لو جه قبلها فيرب تو بي او جيت او بيكم يبقى اي ان جي بعدها مش مصدر، احفظها صم. طيب ويوزد تو شوف بعدها فيرب تو بي، كل ده هنشرحه اصلا قبل كده. طيب انا اعتقد ان انا فدتك. لسه هنزل لك برضو حل على كل وحده، حل جرامر، حل تقييمات وزاره، حل توقعاتي انا الشخصيه زي ما عملت الترم الاول. والله بنجي في الامتحان. وما تنساش ان انا ملخص لك براجراف المنهج كله في 6 باراجراف بس، لمين المنهج كله بدل حاجه و20. هم 6 موجودين في قائمه تشغيل عندي على اليوتيوب مستر محمد ناصر القزاز. خش في قائمه تشغيل هتلاقي قائمه تشغيل اسمها الباراجراف، خش عليها هتلاقي، والملف بي دي اف موجود على التليجرام في الوصف. طيب مستر القصه هتلاقي مستر شارح ال6 تشابترز، وبرضه عامل لك قائمه تشغيل اسمها المراجعه النهائيه، بنزل لك فيها المراجعه النهائيه لو انت عايز تراجع معايا. طب مستر هو في حاجه ثانيه جايه؟ انت لسه مراجعه المذكره النهائيه بعملها لك، اقسم بالله تلم لك المنهج كله تخليك توب بتقفل 30 من 30 في الامتحان. مستر في ايه تاني؟ في حل كتير لسه على كل وحده، ولحل شامل، وتجميعة الكومبليت وتجميعة الرايت. بس اديني بس، اعمل لي بس اشتراك ادعمني بجد، وانا مش هسيبك ابدا والله العظيم هكون معاك. انا مستر محمد الازاز، انا محافظ الدقهليه ميت غمر، بفكر اعمل مراجعه نهائيه في المحافظات، ويعني بفكر ابدا بالجيزه. هل حد هنا معايا في الفكره ولا لا؟ اكتبوا لي في التعليقات عشان لو في ناس من الجيزه معايا كتير نتوكل على الله ونسافر نعمل لكم اقوى مراجعه نهائيه قبل الامتحانات تلم لك الدنيا كلها. اشوفكم على خير. ما تنساش تعمل اشتراك، تخش قناه الواتساب، قناه التليجرام، تعمل لايك وتقول لي استفدتوا في التعليقات، استفدتوا ولا لا، تعمل شير. انا بحبكم يا ثالثه اعدادي جدا، ربنا يوفقكم ويكرمكم. اخوكم مستر محمد ناصر القزاز، اشوفكم على خير.